بصي، غير الفيلرز بقى بدأ يظهر حاجة اسمها البايو ستيميوليتورز، او فكرة اللي هي اللي بتعمل ليفتنج حقيقي، بمعنى ان هي لما بتتحقن في تراكس معينة بتدي كولاجين سينثيسيس او بناء للكولاجين، فيبدأ يشد الوش شوية. مهم. برضو very limited cases في candidates معينين وبعدد مرات معين، ولو الترهل كبير الجائي للديب بلين فيس اند نيك ليفت شدي وشك. تمام. وبالتالي بعض الحقن دي بتفيد جدا البنات الصغيرين، ممكن تديها شدة لطيفة خفيفة عندها مناسبة، وشها كان مرهق السنة دي، بتقعد معاها الافكت بيقعد من سنة ونص لسنتين، لطيف مش سحر، مم. مش زي الجراحة، مش زي الجراحة 3 مرات بقولها. أكيد طبعا. تمام. لكن من الحاجات اللطيفة. نيجي لأجهزة العناية بالبشرة. هنا بقى دور التجميل اللاجراحي هو أهم حاجة. أساس التجميل اللاجراحي هو العناية بالبشرة والجلد. يعني بدنا نشتغل على البيسكس فعليا. مش بيزكس، هو عناية بالبشرة والجلد على فكرة من أصعب الحاجات، يعني الناس بتستهون بيها، لا على فكرة علاج البشرة أحيانا بيكون صعب جدا. تمام. مم. ومحتاج حد اكسبرت ويعرف يستخدم تولز معينة عشان ما يضرش البشرة. أكيد طبعا. زي مثلا الفراكشنال ليزر له وقت معين بس ابليتيف، يعني انت بتستخدميه علشان يشد البشرة، مهم. بس لازم تاخدي معاه داون تايم بتاعه طويل شويه. تمام. ويخض شويه تلاقي وشك اشهر وكلام من ده. صح. تيجي الاجهزه طبعا ما عادش حد ينفع في اللايف ستايل اللي احنا فيه ده ان احنا نستخدم حاجات ابليتيف طول الوقت. طبعا. فبقى في الار اف. الار اف برضه بيدي انرجي، مايكرو ار اف، مايكرو نيدلينج ار اف، ده من الحاجات الحلوه جدا، بس الجهاز لازم يكون حلو. في اجهزه كويسه جدا مثلا اشهرهم المورفيوس 8، ده من الاجهزه الكويسه جدا. حبيت في البنات حاليا مورفيوس. بالظبط مورفيوس من الترندز ويستحق ان هو ده يكون ده. مم. الوايت بوز حتى مورفيوس البادي على الستريتش ماركس والكلام ده. فالمورفيوس 8 من الحاجات اللي الداون تايم بتاعها قليل، مم. مش معدوم، لان هو لو معدوم يبقى ما عملش حاجه، ملوش افكت اصلا. أكيد طبعا. لكن هو قال كتير من فراكشن الليزر، وسيف ولطيف وممكن نستخدمه وبيجيب نتائج هايله. فالعنايه بالبشره انا بشوفها اهم كتير جدا من ان احنا نقعد طول الوقت نعمل ليفتنج، لان غالبا الليفتنج نهايته الجراحه.